انا هنا في ساحة الدام، اشهر ساحة في امستردام. تخيلوا انا لحد دلوقتي محدش عايد عليا، ما سمعتش كل سنة وانت طيبة. ناس وحشة، ناس وحشة قوي قوي. يلا بينا نروح ناكل الحمام. انا جايبه لهم مام معايا. هما شموا بس، شموا ان في ريحه ايه، ريحه اكل معايا. واحده 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 واحده، بالراحه بالراحه بالراحه. انزلي كلي ماما، كلي. بهدلوا الجاكيت، بهدلوا لي الجاكيت. ليه كده؟ حرام عليكم، بهدلوا لي الجاكيت.
اليمام وقف على الجاكيت، بهدلهولي. الجاكيت ما بقاش ابيض، يعني كان اختيار غير موفق ان انا انزل بالجاكيت الابيض، فوقفوا هنا هو بهدلولي الجاكيت. بس المهم ان هم ما قالوليش كل سنه وانت طيبه، محدش عايد عليا. بصوا المفروض ان ده اشهر شارع في امستردام للشوبينج، اللي هو انا ما اعرفش اسمه ايه اصلا. لما نسال اسمه ايه، نيو دايك سنتروم. حد يعرف عيال اسمه ايش؟ هو نيو دايك سنتروم، هو انا لقطته من فوق. نيو دايك سنتروم ده لو انا كنت بنطقه صح يا حبيبي. احي. بصوا طبعا انتوا عارفين المنتجات دي كلها بايه، يعني انا مش قادره اقول على التيك توك بايه، بس بيتهيألي انتوا عارفين. شايفين؟ انا هوريكم العلامه، شايفين ولا مش شايفين؟ اهو باكو شوكولاته، مشاكلك كلها هتتحل. طبعا انا مستأذنه من صاحب المحل علشان اصور لكم. بصوا حاجه جميله خالص اهو، واحده لولي ب1 يورو، واحده مساسه بيورو تحل لك مشاكلك كلها. وانا بس اللي عماله اعاني واقول مشاكل وورق وجوابات ودوشه، وهولندا دوشتها كتيره اهو. اهي واحده مساسايه هتخليك تمسك كل الجوابات اللي عندك والورق اللي عندك وتعمل عليها سفير وتطير، مفيش اسهل من كده. انتوا فاهمين البرودكت دي معموله بايه ولا مش معموله؟ انا هوريكم الصوره اهو، هتاخدك وتطير. فانا اكتشفت شوبينج سنتر ده ورا دلوقتي، بس ده بيتهيألي ده عايز له يوم، لوحده يتنزلوا فيه، ما ينفعش. لان انا دلوقتي لازم اروح، باخدكم يوم تاني وننزل فيه سوا. دلوقتي لازم اروح عشان اول المنظر جميل، عشان بيتي وحشني قوي، واولادي وحشوني. باي باي. لو في حاجه في امستردام اشهر من الريد لايت والدخان هيبقى الراجل ده بتاع البطاطس ده. شايفين الزحمه قد ايه؟ استحاله ان انت تيجي امستردام ما تاخدش قرطاس بطاطس. قلت بطاطس. ايه؟ قلت بطاطس حلوه؟ جربتيها؟ جميله صح؟ بس شايفه الزحمه قد ايه؟ زحمه. انا هصور بس مش هقف في طابور. بصوا الزحمه قد ايه؟ شايفين الزحمه؟ بصوا الطابور جاي لحد اخر الشارع. بصوا ده تالت شهرة بعد الريد لايت وبعد الدخان في امستردام. لازم تاكلوا منه. نعدي قبل ما الاشاره تفتح. المره الجايه بقى اخدكم ونركب مركب، بس لما الجو يبقى حلو شويه احسن شويه. انا حاسه ان الدنيا بارده قوي النهارده، ونلف تاني. احنا ورانا حاجه بس ابقى لابسه جوانتي. بس انا بردانه قوي. بصوا الجمال، امستردام الساحره. اتمنى تكون الكاميرا جايبه المناظر الجميله دي والجمال اللي انا شايفاه بعينيا. مش عارفه انا قادره اجيب لكم كل حاجه ولا لا، مش عارفه. باي باي امستردام، هنروح. انا كان نفسي اصور لكم بقى في الريد لايت بصراحه، بس ده عايز يوم من اوله.
دلوقتي الاقي واحده بقى ست محترمه كده في الكومنتات كاتبه لي زي المره اللي فاتت: ازاي تقولي الريد لايت؟ ازاي تنطقي الريد لايت؟ انا هشتكيكي للكبير بتاعك. مش دي المشكله، مش دي المشكله خالص ان هي تشتكيني للكبير بتاعي. المشكله ان هي هتلاقيها نفسها هي شغاله في الريد لايت. بلاش مزايده يا جماعه، بلاش مزايده بالفضيله يا جماعه، بلاش مزايده ارجوكم ارجوكم. انا كده يعتبر خلاص يومي خلص في امستردام. انا بكلمكم من صحة الدم. بلد جميلة ممتعة ساحرة، تحس نفسك كده في ديزني، يعني في بلاد ديزني لاند، في بلاد الاحلام. حاجة جميلة ممتعة بجد حقيقي، انصحكم بالزيارة. ولكن بس لاحظت حاجات هي تعتبر غالية شوية، غالية شوية عن البلد اللي انا قاعدة فيها. بلد صحية بقى ومن حق الكبير يتدلع. غالية شوية. التدخين السلبي يعني برضو هم بيعتبروه بالذات امستردام. انت هتعمل دماغ، يعني هتعمل دماغ شاري مش شاري، هتعمل دماغ. فانا عايزه اقول لكم دلوقتي ان انا ماشيه مدروخه خالص، حاسه بدوخه، الريحه فظيعه، تحس كله عامل دماغ هنا. الحاجه الثالثه والاهم ان محدش قال لي كل سنه وانت طيبه، محدش عايد عليا، محدش قال لي كل سنه وانت طيبه. ناس وحشين قوي. دلوقتي بقى انا لازم اروح علشان بيتي وحشني وولادي وحشوني. باي باي.